لكن ده ما يمنعش إن القلب هو كمان عايز الدم علشان يتغذى على الأكسجين والمواد الغذائية اللي موجودة فيه. فعندنا على سطح القلب فرعين من الشرايين اسمهم الشريان التاجي، وهو ده اللي بيمد القلب بالدم اللي بيتغذى عليه علشان يقدر يقوم بوظيفته. وممكن يحصل انسداد في الشريان التاجي بسبب ترسب الكوليسترول والدهون والكالسيوم على جدار الشريان، وده بيقلل أو يمنع وصول الدم لمنطقة في القلب، وبالتالي المنطقة دي ممكن تموت. فبنعمل للشخص عملية القلب المفتوح علشان نعالج المشكلة اللي موجودة في الشريان التاجي. وقبل العملية بيتم تخدير المريض تخدير كلي، وطبعا ما بيكونش حاسس ولا واعي بأي حاجة من اللي بتحصل. وللوصول لعضلة القلب بيقوم الجراح بعمل شق جراحي من بداية الترقوة ولنهاية عظمة القص اللي بتكون موجودة في المنتصف. بعدها بيقوم بقطع عظمة القص من البداية للنهاية، وبيقوم الجراح بوضع أداة معينة علشان يفصل